70% من إصابات الأبطال بتكون بسبب الأكل الغلط. بنتك بتتمرن وبتتعب، مش هنسيب مجهود هيضيع بسبب غلطة في أكل. ركزي معايا في الخطة دي قبل البطولة بيومين. ده اسمه شحن الوقود. محتاجين ندخل الجسم كربوهيدرات نضيف، رز أبيض أو مكرونة، بطاطس مهروسة أو شوفان. دول البنزين اللي هيخلوا العضلات تكمل معاكي للآخر. ممنوع منعا باتا الأكلات الدسمة والمقليات. السمنة الكتير هتخلي ابنك أو بنتك تخمل وهتتعب المعدة، وده مش وقت تجارب خالص. طيب، وصلنا ليوم البطولة. لازم الفطار في يوم البطولة يكون قبل البطولة ب3 ساعات بالظبط. فطارك يا بطل أو فطارك يا بطل هيكون شوفان بالعسل والموز، أو توست خفيف مع بيضة مسلوقة خفيف على المعدة وهيديك طاقة. وقبل ما ننزل أرض الملعب بساعة واحدة هناخد سناك بسيط هيدينا طاقة بسرعة جدا، علشان نركز وعشان الجنبات وعشان نكون أكتف في أرض الملعب بشكل أكبر. السناك هيبقى عبارة عن موزة صغيرة أو تمرتين مع كوباية مية. طيب، واشمعنى الموز؟ الموز غني جدا بالبوتاسيوم، وده هيمنع الشد العضلي وهيساعد في المرونة. والأهم من ده كله، المية ثم المية ثم المية. الجفاف بيضيع التركيز والمرونة. خلي إزازة المية في شنطتها على طول، تشرب منها بشكل دوري. أول ساعة بعد البطولة وبعد ما بنتك أو ابنك يجيب الميدالية الحلوة، أول ساعة دي أهم ساعة للاستشفاء العضلي علشان يعوض الطاقة اللي خسرها في البطولة. تقدري تديها لبن بشوكولاتة أو زبادي مع فاكهة. ما تبخليش على الأمهات التانية، واعملي شير للفيديو وقولي لي إيه أصعب تحدي بتواجهيه في تغذية ابنك أو بنتك. سلام.